اهلا الناس الزوينين، الناس الغزالين، كيف عاملين؟ لاباس عليكم؟ كلشي مزيان؟ كنتمنى تكونوا بخير وعلى خير. نتمنى لي فيديو اللي حطيت لكم يكونوا عجبوكم ونالوا الاعجاب ديالكم. توصلت بواحد الميساج من بعد هذاك لا فيديو اللي درت البارح، اللي حطيت لكم البارح على كيفيه التعامل مع المريض النفسي. وواحد السيده قالت لي الله يخليك، واش ممكن تكلمي لنا على العلامات المرض النفسي؟ انا بحكم اني ماشي مختصه، غير بحثت، حاولت نبحث، نقلب، راك عارف اي واحد راه ممكن يلقى هذه المعلومه. غير هناك الاشخاص اللي كيبغيو مثلا المعلومه يتفرجوا فيها، يشوفوها في اون فيديو، يشوفوا شي حد كيهضر معاهم. قلت ما فيها باس. وخصوصا اني انايا قبل ما ندير التخصص ديالي في الدراسه ديالي، في المسار الدراسي ديالي، ملي خديت البكالوريا اني درت علم النفس وما كملتش، لاني كنت كنبغي المجال الفني اكثر. وقلت علاش لا؟ علاش ما نرجعش نهضر في شي شويه في هذا الموضوع، بحكم انا اصلا يعني كنتعالج عند مختصين نفسيين، يعني من المرض اللي عندي، المهم اكتئاب الى اخره. دونك قلت علاش لا اني ما بارطاجيش بعض النقاط اللي انا حاطاهم تقريبا قدامي، ولكن احنا غادي نحاولوا نشرحوا كل نقطه بعجاله وباختصار، ونحاول نهضر بطريقه اللي هي بسيطه جدا، باش حتى الناس اللي ما عندهمش، يعني ناس ما قاريينش ولا ما عارفينش ولا هذا، ممكن انني نتواصل معهم بلغه بسيطه جدا. هناك مجموعه من العلامات المرض النفسي اللي هي هذه العلامات اللي كتبين لنا واش الانسان هو مريض نفسي او لا. عندي مجموعه من العلامات، تقريبا 14 علامه اللي حاولت نجمع، وقلت علاش ما نبارطاجيهاش معكم. اول علامه اللي كتبين ان الانسان عنده مشكل نفسي، اول علامه هي ان الانسان كيولي كيحس براسو عنده واحد الحزن كبير وكآبه. يعني كلنا كنتقلقوا طبيعي، كلنا كنحزنوا، كلنا كنفرحوا، كلنا، غير هي ملي كتولي ملي كيولي هذا الحزن وهذه الكآبه كيصاحبك يوميا. يعني ماشي كيدوز فتره معينه، فتره صغيره اللي الانسان يكون فيها حزين وكتمشي، لا، هذا الحزن وهذه الكآبه كتولي كتصاحبك يوميا، يعني كتاخذ مده طويله، توصل شهر شهرين الى ما اكثر. هنا فين كنقولوا تيان راه كاين مشكل، خصني نعرف علاش كاين هذه الكآبه وهذا الحزن اللي هو خدا وقت طويل. ويسكو خدا وقت طويل الا وهنا خصني نرد البال الحاله النفسيه ديالي. النقطه الثانيه وهي التفكير والتشويش وضعف القدره على التركيز. الانسان كيفقد القدره ديالو على التركيز، كيلقى راسو ما مركزش. سانوزاريف توس، كلنا كتجينا واحد الفتره كنكونوا ما كنركزوش بالتعب بالعياء، ولكن من كيولي هذه القدره على التركيز وهذا التشويش وهذا التفكير المشوش اللي عندنا، تيولي عندنا تفكير مشوش وتيولي عندنا ضعف القدره على التركيز، تياخذ وقت حتى هو اطول. يعني نقدر نقول اليوم قدمت بزاف وعييت وما بقيتش نقدر نركز، عاديه كتجي لاي انسان. ولكن ملي كيولي هذا التشويش وهذا قله التركيز، هذا كيولي حتى هو بحال الحزن والكآبه، تيولي مصاحبنا مده زمنيه طويله. هنا كنطرحوا السؤال، تنقولوا خصنا نشوفوا مختص اولا نعرفوا شنو واقع، نمشيو نشوفوا الطبيب. النقطه الثالثه وهي المخاوف الشديده. الانسان تيولي عنده بزاف الخوف، حيت راه حنا كلنا الناس الطبيعيين اللي كنقولوا اسوياء عاديين زعما، كلشي الناس كتخاف، لان الخوف طبيعه انسانيه. ولكن هذا الخوف هذا ملي كيولي كيصاحبك يوميا يوميا يوميا، هنا كيكون اشكال، وكيكون القلق مصاحب هذا الخوف، هذا كيكون مصاحبه واحد القلق او الشعور بالذنب. كتبقى تحس براسك تقول علاش انا السبب، ما درتش هادي انا، كتبقى تطرح اسئله على راسك، انا وعلاش انا، يعني وكتحس بالذنب انك ما درتيش هذيك الحاجه. لا، راه ممكن ما يكونش حاض في واحد الحاجه ولا هذا، ولكن ملي كيولي هذا الشيء مصاحبك يوميا وما كيبعدش منك،
يعني كيفوت تيتجاوز واحد المده معينه اللي هي نقولوا اون سيمين، وكيولي داخل في شهر وفي شهرين، هنا راه كيولي اشكال. النقطه الرابعه هي التغيرات الحاده، تتكون حاده في المزاج، مره طالعه مره هابطه. يعني المزاج ديال الانسان كيكون مره طالع مره هابط. هذه كنقولوا طبيعه انسانيه، يعني اي حاجه راه كاينه في الانسان. هاد النقاط كلها اللي غادي نطرق ليها هي كلها كاينه في اي انسان كيف ما كان نوعه، ولكن ملي كتجاوز واحد المده زمنيه معينه، هنا خاصنا نقولوا لا راه ما بقاش عاديه، راه ولات خصها تدخل طبي، خاصها تدخل متخصصي. دونك تيكون ارتفاع وانخفاض في الحاله المزاجيه. نقطه اخرى هي الانسان كيبتعد على الاصدقاء ديالو، كيبتعد على الناس، كيولي منزوي منعزل. حتى هي كما قلنا بلا ما نعاود نكرر ان كلنا عندنا هذه القضيه في الحاله الطبيعيه، ولكن دائما مني انا كنهضر على اساس ان هاد الشيء النقط اللي غادي نقول انها تجاوزات واحد الزمن معين، يعني تجاوزات مده زمنيه معينه اللي هي تكون طبيعيه بالشهور. يعني ملي كتولي هاد النقط اللي غنطرق ليها كتكون تجاوزات شهور بزاف، وهي كتكرر باش كنقولوا بانها راه مرض. باش ماشي اي انسان دابا كيتفرج في هذا الفيديو يقول انا راه مكتئب، انا حزين، انا مقلق. لا، راه كلنا كنعيشوا هذه الاشياء. نكمل معكم. طفى لي التليفون، ماشي طفى لي التليفون باردون، كان عندي التليفون تال معامر، ما قدرتش نكمل معكم. انا غنكمل معكم دابا. وصلنا للنقطه ديال الانسان كيولي منعزل، وكيولي كيبعد على الناس. راه كما شرط هادشي كله ملي كيفوت الحد ديالو. كنهضرش عليه ملي كيكون عادي، بعض المرات ما ترشقليش نشوف الناس ولا هادي عاديه، ولكن كيفوت الحد هنا فين كنهضر. هنا هادو معلاش كنهضر في هاد النقط هادو. نقطه اخرى هي الانسان كيحس براسو ديما عيان، تعب شديد، كيحس براسو فاتيغي، ما قادش يدير حتى شي حاجه، ما قادش يدير حتى لي زاكتيفيتي اليوميه ديالو، يعني الانشطه اليوميه ديالو المعتاده ما كيبقاش قادر يديرها. كيحس بالطاقه ديالو ما قادرش لو كور ديالو يهزو، الجسد ديالو ما قادرش يهزو. وصلنا للفكره ديال مشاكل النوم. قلنا بان انسان تيكون عنده مشاكل في النوم وما كيقدرش ينعس بصعوبه، كيولي عنده ارق مزمن، يعني ارق اللي هو كيصاحبه مده طويله، ماشي داك الارق ديال العياء ديال التعب اولا ديال شي حاجه بسيطه. ندوزو لنقطه اخرى، وهي الانسان كيولي منعزل على الحقيقه. كيولي كيولي منعزل على الحقيقه، وكيولي كيعيش بمجموعه من الاوهام اللي كتدخل في سياق البارانويا، الهلاوس. الانسان كيولي كيتخيل امور اللي هي ما كايناش، كيولي يعيش في واحد الوهم وكيكون متيق ومصدقو، لانه هو تيكون الانسان ما عارفش راسو في ديك الحاله انه مريض، وكيكون كيصدق ديك الهلاوس. ولكن خاصو يفهم بان الا تطور عنده هاد ولا عنده هاد الوساوس بزاف، انه كيشك بزاف اولا كيجيو افكار ماشي هذيك، يعرف بانه راه ماشي مساله طبيعيه. نقطه اخرى هي صعوبه ديال اتخاذ القرارات، والصعوبه على سمحوا لي بزاف، صعوبه ديال مواجهه المشاكل اليوميه، اولا صعوبه في اتخاذ شي قرار اللي هو تيكون بسيط، تيولي عنده صعوبه كبيره، وتكونوا مشاكل بسيطه اليوميه اللي كتوقع لاي انسان اللي هو عادي، اللي كتوقع لاي انسان عادي، ما كيقدرش انه يتغلب عليها، وما كيقدرش انه يتجاوزها. وسختو الضغوطات النفسيه اللي كتجي من العمل اولا من العلاقه الزوجيه، اولا عادي الاشياء اللي هي كيعيشها اي انسان طبيعي. ما تمشيش بحالك، خلينا نخدموا خلينا نديروا دي فيديو. هاد القطيطه لقيتها عند واحد السيده في الطاكسي، وقالت لك بغات تعطيها
قلت لها اريان ديها معايا وجبتها كنخليها بالنهار تخرج وكتدخل. المهم نكملوا من بين عاود النقط اللي بغيت نشير لها، وهي عدم القدره على استيعاب المشاكل والاخرين، سورتو المواقف اللي كنوقعوا فيها مع الناس الاخرين ما كنقدروش اننا نستوعبوها وما كنعرفوش نتعاملوا معها وما تنعرفوش نتعاملوا مع هذوك الناس اللي قدامنا. سمحوا لي انا حاطه بعض النقاط باش ما نزابيش، لان قلت لكم انا في الاول لا فيديو انا ماشي متخصصه، ما وصلتش لدرجه التخصص، ولكن عندي اون باز لان بحكم هذا اني درت لا بسيكولوجي في لافاك. عاود كاينين هناك اضطرابات اللي كيجيو من عند الناس، خصوصا الناس اللي كيستعملوا الكحوليات، يعني اللي كيستعملوا الخمر ولا المخدرات. حنا كنعرفوا ان المغرب فيه الحشيش، يعني الناس كيكميو الحشيش والناس كيشربوا الشراب. ما نقدرش نهضر على شي نوع مخدر اخر لانه ما واش كاين ولا ما كاينش انا ما كنعرفش، ملي كنعرفوا كاين هنا في المغرب هو الشراب، يعني الكحول اولا مخدر شيره اللي هو تنقولوا له بالدارجه الحشيش. الوغ الناس اللي كيستعملوا هاد المواد هذه تيكونوا اكثر عرضه للناس اللي يقدروا يطيحوا في امراض نفسيه، منها الاكتئاب، منها البارانويا، منها لا بيبولاريتي، منها لا سكيزوفريني اكسيتيرا. مجموعه الامراض ممكن، خصوصا الحشيش انه كيدير واحد النوع من البارانويا، يعني الانسان يقدر يولي بارانوياك غير بسبب الحشيش. نقطه اخرى وهي الاكل. الانسان ما كيبقاش عنده نفس العادات ديال الاكل المنتظم، كيولي سواء كيفقد الشهيه في مره، سواء كيولي عنده ليكسي، تيولي كياكل بزاف بشراهه. كاينين الناس اللي كنعرفوهم في الحياه انهم ملي كيتغضبوا كيقطعوا الاكل تيضعفوا، وكاينين الناس اخرين اللي بالاعصاب بالمشاكل والضغوطات النفسيه كيزيد الوزن ديالهم بحكم انهم كتجيهم واحد الحاله نفسيه انهم كيوليو ياكلوا بزاف لانهم مضغوطين. يعني كاين انواع الناس، كاين اللي كياكل بزاف، كاين اللي ما كياكلش بزاف، وهي من الاسباب اللي كتبين لنا باننا عندنا مشكل نفسي. من غير الا كان مشكل عضوي في المعده او شي حاجه، كيكون الانسان عنده واحد لو ريجيم معين، كيكون داير ريجيم ولا هذا، ولا الطبيب كيقول له فوالا شنو دير شنو دير، خاصك تنقص من الوزن، اولا عندك السمنه خاصك تنقص من الوزن، اولا انت البيه ديالك هزيله خاصك تزيد في الوزن، خاصك تاكل. هذه هضره، ولكن حنا كنهضروا هنا على الجانب النفسي. من بين النقاط هو الغضب الشديد، ان الانسان تيولي دغيا كينفعل، دغيا كيتعصب، دغيا كيطلع ليه الدم، كيقدر يوصل به لدرجه انه كيولي عنده رده فعل عنيفه عدائيه، كيولي عنده العنف. هذه من بين الاسباب، وتولي دائما عنيف. ماشي تخاصمت مع شي واحد في الزنقه صرفقني غادي نسكت ليه، غادي ضروري اي انسان غادي يرد التصرفيقه ديالو، ولكن كنهضر على العنف اللي هو كيولي متكرر وعمليات زعما العنف تتولي متكرره اكسيتيرا. واخر نقطه اللي غادي نشير لها وهي النقطه اللي شويه صعيبه بزاف، اللي هي ان الانسان كيولي يجيو افكار انتحاريه، ان الانسان تيولي يفكر انه ينهي الحياه ديالو بقوه الضغط النفسي والمشكل اللي تيكون عنده نفسي، هو ما تيكونش عارفو، ما تيكونش يلتجئ للطبيب او المختص النفسي، تيبدا يجيو افكار انتحاريه. وبزاف الناس اللي كيكونوا ما واعيينش وما عارفينش اون فوا كيجيو من فكره الانتحار كيطبقوها. لا هنا اولا خصنا نقولوها لشي واحد معنا في العائله، نقولوا له راه كيجيوني هاد الافكار، باش على الاقل نقدر نلقى مساعده، ونلقى هاد المساعده تمد ليا واحد اليد ويقول لي شي حد الا كتفكر بحال هكا اولا كتفكر في الانتحار، ها انت خاصك دير وشنو خاصك دير، انك خاصك تشوف مختص بسرعه. وهذا مكان وساليت النقاط ديالي، ونتمنى يكون هذا الفيديو خفيف ظريف على قلبكم. حاولت اني نسرع فيه باش ما يجيش طويل، وقطعت بزاف المرات لان كان التليفون ديالي كيوصلوني دي ميساج بزاف وكيعمر لي
كيعمر ليا لا ميموار ديال التليفون كتعمر ليا. دونك نتمنى نشري شي كاميرا ونكمل المسيره ديالي معكم في اليوتيوب بلي فلوغ ديالي، مره نهضروا في مواضيع بحال اليوم. وكنقول للناس اللي اول مره غادي يشاهدوا القناه ديالي وغادي الا عجبتكم القناه ديالي، عجبكم لو كونتوني، عجبكم زعما المواضيع اللي كنطرق ليها، ما تنساوش ديروا ابوني وديروا لايك. وشكرا، وبارطاجيو لا فيديو الى عجبتكم ولقيتوها مفيده. والسلام عليكم وشكرا لكم بزاف.